أنا اسمي إلهام. عندي دلوقتي 30 سنة. متجوزة بقالي 3 سنين بس، ولسه ما حصليش نصيب، وما بقتش حامل، أو يعني ما خلفتش. وبصراحة ما كنتش مهتمة بالموضوع لأني كنت شايفة إن التأخير ده عادي جدا، وفي ناس بتخلف بعد ما بتتجوز ب7 أو 10 سنين كمان، وحاجات زي كده. وأنا الحقيقة ما كنتش عاوزة أبقى أم. فاهمين؟ يعني عايزة أعيش حياتي وأعيش سني، لأني من صغري بحب حياة الحرية، وبحب يعني ما يبقاش ورايا التزامات. بمعنى أصح عايزة أبقى حرة لنفسي. لكن ولاد ومسؤولية لأ، يعني صحيان بدري، يعني مدرسة، حضانة، مش عارفة إيه. وأنا الحقيقة ما كنتش حابة الفكرة دي، ما كنتش حباها دلوقتي خالص. فقلت لما أكبر شوية وزي ما بيقولوا كده أشوف الدنيا وأتفسح وأخرج وأروح وآجي وأعمل كل اللي أنا عاوزاه، وبعد كده نبقى نشوف إيه موضوع الخلفة ده. والحقيقة جوزي كان يعني معايا جدا في الفكرة دي، وقال لي إن هو كمان مش مستعجل يعني خالص على موضوع الخلفة والكلام ده. المهم، إحنا متجوزين بقالنا زي ما قلتلكوا كده 3 سنين، وعايشين حياة جميلة جدا أنا وجوزي. مش عايزة أقولكوا زي أي متجوزين، لأ، إحنا أصحاب جدا، وبنتكلم مع بعض في كل حاجة من غير ما نتكسف من بعض، من غير ما يبقى فيه حدود في الكلام. بيحكي لي على كل حاجة، يعني مثلا لو حصل إن هو مثلا غلط أو عمل حاجة زي اللي انتوا فاهمينها دي، بيجي بيحكيها لي، وأنا بقعد أهزر وبضحك وكده، وبقول له مفيش أي مشكلة خالص، المهم إنك تبقى مبسوط. يعني يمكن أكون أنا مقصرة معاك شوية، وبعدين الموضوع خلاص كده وبنقعد نضحك شوية. ممكن ناس كتير تستغرب، لكن أنا الحتة دي بالذات ما كانتش بتفرق معايا خالص. بالعكس، أنا كنت بحب أشوف جوزي مبسوط وأنا بحبه جدا، وما عنديش أي مشكلة، وكان عندي استعداد أسامحه في أي حاجة إن هو يعني ممكن يعملها، مهما تكون، حتى لو هو بيخوني يعني. طبعا أنا عارفة إن تفكيري غلط أصلا، هو مفيش حد تقريبا يعني بيعمل اللي أنا بعمله ده مع جوزي، ولأني أنا يعني أخدة يعني إن الموضوع ببساطة. وهو أصلا كان يعني انتوا عارفين، هو ليه ذكريات يعني مع المواضيع دي، وكان حكيلي كل حاجة الحقيقة يعني. وأنا ما اعترضتش خالص ولا حتى زعلت منه. هو كان في البداية بيستغرب وبيقول لي انتي ازاي بتسمعي الكلام ده وبتضحكي وما عندكيش أي مشكلة خالص؟ لو واحدة غيرك كانت يعني اتضايقت وزعلت، حتى على الأقل يعني خصمتني. فقلت له لأ، انت مش فاهمني، يعني أنا بالنسبة لي الموضوع ده عادي جدا. أصل انت كده كده يعني في الآخر هتلف وتلف وهترجع لي تاني، يعني بمعنى أصح انتوا فاهمين. المهم، كانت والدتي دايما هي اللي كانت بتقولي كده، تقولي أبوكي ما كانش بيقعد في مكان، كان دايما كل يوم بيحصل منه الموضوع ده، لكن في النهاية ما كانش ليه غير بيته وكده. المهم، أنا من ساعة ما اتجوزت وأنا عايشة أنا وجوزي في شقة بعيدة عن بيت والدتي، وهو والده ووالدته يعني متوفيين، وملهوش أخوات. وأنا طبعا ماليش غير والدتي. كانت ست يعني مش كبيرة في السن، وكانت بصراحة هي من صغرها، أو من وأنا صغيرة كمان، كانت بتعلمني أو بتعودني يعني إني أهتم بنفسي بكل حاجة، أو يعني بأي حاجة الست ينفع تهتم بيها. بصراحة كانت والدتي بتفهمني كل حاجة، وبتعلمني كل حاجة، وإزاي أخلي بالي من نفسي وأخلي بالي من جوزي، ويعني ما خليهوش يعني بمعنى أصح محتاج أي حاجة خالص، كل طلباته مجابة. عارفين أيام زمان موضوع سيد والكلام ده كله؟ أنا كنت كده بالظبط. والدتي بعد ما اتجوزت لما كنت يعني بروح لها زيارة أو حاجة، كنت بلاحظ تغيير غريب جدا، يعني بلاقيها بتهتم بنفسها بزيادة عن اللزوم، رغم إن هي أصلا مش محتاجة أي حاجة من الكلام ده. هي حلوة جدا وزي القمر يعني. لما بنبقى ماشيين أنا وهي مع بعض، لو في حد يعني ما يعرفناش، يفتكرنا اخوات أو أصحاب يعني، لكن عمري ما يجي في بال حد إن هي والدتي، من اهتمامها بنفسها. وعلشان كمان هي متجوزة صغيرة وخلفتني وهي صغيرة، وكنا أنا وهي أصحاب جدا برضو. طبعا أنا واخدة طبع أمي كله وبحب أعيش الحرية. وكنا زمان قبل ما اتجوز يعني، كنا بنخرج كتير مع بعض ونتفسح، نقعد على كافيه، أي حاجة ممكن 2 صحاب يعني بنات بيعملوها، كنا أنا ووالدتي بنخرج مع بعض، بنروح نصيف مع بعض، بنلبس من لبس بعض يعني. فالحاجة كانت بصراحة حلوة جدا. وبعدين كنت لما بروح أزورها زي ما بقولكوا كده، وبشوفها بتهتم بنفسها بزيادة عن اللزوم، كنت بقعد أتكلم معاها وأقول لها إيه الأخبار، هو في عريس يعني، وبقعد أضحك وأهزر معاها. كانت بتقعد تقولي يا ريت، ده أنا نفسي أتجوز ونفسي أعيش حياتي، وانتي عارفة يعني أنا لسه صغيرة وأبوكي مات بدري، والكلام ده كله.
بتتكلم كتير جدا زي كده يعني، بس كانت بتحسسني إن الموضوع ده يعني هزار، ونقعد نهزر ونضحك مع بعض. وكانت دايما تقولي يعني أخبارك إيه، ومبسوطة معاه وفرحانة معاه، وتتكلم في الحاجات دي اللي هي يعني الحاجات الخاصة، وتعرف كل التفاصيل. المهم كنت برجع من عند والدتي طبعا، أنا متعودة يعني ما بخبيش أي حاجة عن جوزي، وبعد نتكلم معاه في كل حاجة. فبقيت لما برجع يعني من عند والدتي بقعد أحكي له على كل حاجة، وقد إيه هي كانت زي القمر وبتهتم بنفسها بطريقة يعني مبالغ فيها ومش عارفة إيه. ابتديت ألاحظ إن جوزي مهتم جدا يسمع كل التفاصيل لما برجع من عند والدتي، ويقعد يقول لي هي عاملة إيه وما جاتليش معاكي ليه والكلام زي ده. فلما قلت له أنا حاسس يعني إن هي بتفكر تتجوز وكده، لقيته اتضايق جدا واعترض، وقال لي إزاي إنها تتجوز وتخلف وإنتي يعني في السن ده وهي كمان في السن ده. المهم كان بيتضايق جدا لما بيجيب لي سيرة إن والدتي عاوزة تتجوز. ما كنتش يعني في البداية فاهمة الحقيقة، لكن أو يعني ممكن تقولوا كده كنت فاهمة، لكن كنت بحاول ألاقي أي فرصة تانية أو أي مبرر تاني للكلام ده. المهم بعد فترة لقيته بيقول لي إيه رأيك لما تكلمي والدتك تخليها تيجي تعيش معانا بدل ما هي عايشة لوحدها، وأهو نونس بعض، ولما أبقى في الشغل يعني تبقوا انتوا الاتنين قاعدين مع بعض وتاخدوا بحس بعض والكلام ده كله. فبصراحة الفكرة يعني عجبتني. أنا فعلا عرضت الموضوع على والدتي من ساعة ما اتجوزت، وكانت رافضة. فقلت لها بس هي مش موافقة خالص. فقال لي طب إيه رأيك لما أكلمها أنا يمكن توافق. قلت له عادي، ما عنديش أي مشكلة. فعلا واحنا قاعدين كده راح متصل بيها وقال لها ازيك يا حماتي عامله ايه، انت ليه مش بتيجي عندنا ومش عارف ايه. قعد يتكلم معاه كده، وبعدين لقيته بيقول لها احنا قررنا انا ومراتي ان انت تيجي تعيشي معانا بدل ما انت عايشه لوحدك، وما تكسفينيش وعلشان خاطري. ساعتها استغربت جدا لما لقيتها وافقت بكل سهوله ان هي تيجي تعيش معانا. بس طبعا فرحت لاني انا ووالدتي زي ما قلت لكم كده اصحاب، وانا وجوزي اصحاب، فالموضوع يعني كان لذيذ جدا. المهم تاني يوم الصبح لقيتها جايبة شنطتها، ولقيتها متخبط على الباب، وقالت لي إيديني جيت أهو علشان أعيش معاكي، وعلشان عارفة إن انتوا إيه ما تعرفوش تعيشوا من غيري. وفضلت تضحك وتهزر. طبعا جوزي كان في الفترة دي واخد أجازة أسبوع من الشغل، وكان قاعد معانا. طبعا الحياة اختلفت 180 درجة، وماما بقت بتهتم بنفسها أكتر ما هي قاعدة لوحدها، بتهتم بنفسها بطريقة يعني مبالغ فيها، وبقت بتلبس من الهدوم بتاعتي وأنا عروسة ومش عارفة يعني. أنا كنت بفرح جدا، وجوزي كان قاعد يعني يقول لها أنت زي القمر وأصغر من بنتك وكلام بقى كتير من النوع ده، وأنا كنت بهزر وبضحك. المهم لما كنت بكون أنا وجوزي يعني مع بعض، أو اللي كلنا عارفين يعني، كان بيجيب سيرة والدتي، كان بيجيب سيرتها كتير ويقعد يقولي إن هي زي القمر وحلوة جدا وصغيرة ومش عارفة إيه. ما خبيش عليكو أنا فهمت كل حاجة، وفهمت إن جوزي يعني بيفكر فيها. فقلت له أنت بتتكلم بجد؟ أنت فعلا عايز حاجة دي؟ فلقيته بيقول لي بصراحة ما خبيش عليك، الموضوع ده في دماغي بقاله فترة كبيرة جدا، وانتي عارفة يعني إن احنا متعودين مع بعض على الصراحة ومش بنخبي على بعض حاجة. فقلت له أنا ما عنديش مشكلة خالص، وانت عارف إني أنا بنفذ لك كل اللي انت عاوزه، وأنا بحبك ومش هزعلك أكيد. فالمهم قلت له خلاص تمام. قلت له طيب سيب لي أنا الموضوع ده وأنا هتكلم مع والدتي. فراح قال لي خلاص أنا هستنى رد منك يفرحني ومش عارف إيه والكلام ده كله. فقلت له خلاص تمام. المهم تاني يوم الصبح صحيت ولقيت والدتي صاحية زي العادة، ويعني كأنها عروسة جديدة انتوا فاهمين. طبعا جهزنا فطار وقعدنا نفطر، وكان جوزي في الوقت ده لسه نايم. فقعدت أقول لها يعني ابتديت الكلام، وقلت لها ايه هو انتي فعلا بتفكري تتجوزي وكده. راحت قالت لي انتي ايه رأيك؟ قلت لها بصراحة أنا شايفة ان الموضوع الجواز ده يعني وانتي في السن ده مش أحسن حاجة. قالت لي طيب أنا مش هفضل قاعدة يعني معاكي كده وعايشة معاكوا يعني، وهكون عايزة مصاريف والدنيا ومش عارفة إيه. فقلت لها لأ ما تشيليش هم أي حاجة، الكلام ده كله كلام فاضي. انتي عارفة إن جوزي يعني بيحبك جدا، وعنده استعداد إنك تعيشي معانا على طول، وعمره يعني ما يشتكي. بالعكس هو بيحب أصلا وجودك معانا في الشقة وكده. فراحت قالت لي ده حبيبي وأنا عارفة وأنا بحبه جدا ومش عارفة إيه. فقلت لها طيب كويس. المهم قلت لها طيب ايه رأيك بدل ما تتجوزي وتجيبي حد يعني غريب ما نعرفش أصله ولا فصله والكلام ده كله، ايه رأيك تبقي تعيشي معانا كده وكأننا مع بعض، يعني كأننا يعني احنا الاتنين متجوزين.
جوزي طبعا والدتي من الصداقة اللي بيني وبينها ومن الحرية اللي بيني وبينها ما كنتش عارفة يعني إن ردة فعلها مش هيكون غريب. لا بالعكس، دي قعدت تضحك وقالت لي ليه هو أنتي مش بتحبيه ومش بتغيري عليه؟ قلت لها لا بالعكس، أنا بعمل كده علشان إيه؟ بحبه جدا، ده هو اللي طلب مني حاجة زي كده. فراحت قالت لي بجد هو اللي قالك يعني على الموضوع ده؟ فقلت له انتي ايه رأيك؟ قالت لي انا ما عنديش مشكلة خالص، وانا اصلا يعني انتي عارفة ان الموضوع ده في بالي بقاله فترة كبيرة جدا، وانا لسه صغيرة وابوكي المتوفي ده بقاله فترة كبيرة، والكلام بقى ايه من النوع ده. فقلت لها خلاص اتفقنا. قالت لي مفيش مشكلة، المهم ان احنا نبقى مبسوطين، وانتي عارفة ان انا بحب حياة الحرية. فقلت لها خلاص تمام. قلت لها طيب خلاص انا هخش اصحيه. قالت لي لا خليكي انتي وانا هدخل اصحيه علشان يعني يفطر. المهم قلت لها تمام. قلت لها طيب خلاص. قلت لها خلاص ماشي. طولت جوه شوية، اتأخرت بمعنى يعني اتأخرت. فلما دخلت لقيت جوزي صاحي ولقيتهم أصلا مع بعض في الموضوع ده، وكانوا بيتعاملوا والدنيا جميلة جدا. فرحت وبقيت معاهم، والموضوع بقى عادي مفيش أي مشكلة. طبعا كنت مبسوطة جدا وكنا مبسوطين جدا في الوقت ده. كنا ناسيين ربنا وناسيين إن ده حرام، وناسيين كل حاجة. ما نفكرش غير إزاي إن إحنا يعني نبقى فرحانين ومبسوطين وعايشين مع بعض حياة جميلة. والموضوع طبعا استمر فترة كبيرة، أكتر من يمكن يعني 6 شهور أو 7 شهور عايشين مع بعض في بيت واحد. كل حاجة اللي انتم متخيلينها بقت بتحصل الصبح وبالليل في أي وقت. الموضوع ده المهم بعد فترة لقيت والدتي يعني الموضوع ده بقى إيه شاغل تفكيرها جدا، وما عندهاش استعداد إن هي حتى بمعنى أصح يعني تاخد أجازة أصلاً. شوية ابتديت أحس بغيرة صعبة جدا، وأنا كنت متضايقة، خصوصا يعني لما لقيت جوزي بقى مهتم بيها أكتر مني، ويمكن أكتر مني بكتير. فما أعرفش بصراحة، حسيت بغيرة صعبة جدا وبقيت متضايقة من كل اللي حصل ده. وقلت لهم إن الموضوع ده لازم ما يحصلش تاني، وقلت لوالدتي إن انتي لازم يعني ترجعي شقتك وخلاص. أنا غلطانة وندمانة على اللي حصل ده كله، وده حرام ولازم إن احنا نتوب ونرجع لربنا. لكن جوزي رافض، وأنا بجد مش عارفة أتصرف إزاي. أنا عارفة إني أنا غلطانة، وعارفة إني أنا السبب في كل حاجة. مستنية رأيكم في الكومنتات علشان أعرف أتصرف إزاي، وأنا بجد ندمانة جدا على كل اللي حصل ده، وما كانش ينفع أصلا كل ده يحصل. ياريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات، لأن بجد الموضوع ده بقى صعب جدا بالنسبة لي. عايزة أقول لكم إن كل ما حاجة بتحصل يعني بكون قرفانة جدا من أمي، وفي نفس الوقت ما بقتش عارفة أتصرف. هي حابة الموضوع وهو كمان حابد الموضوع أكتر منها. أنا بجد عايزة أخرج من اللي أنا فيه ده، وممكن أسيب ليهم البيت هما الاتنين وأمشي. بس بصراحة يعني أنا بحب جوزي، وندمانة جدا على اللي حصل ده، وبقيت أقول يا ريت الزمن يرجع بيا تاني. كنت خلفت حتة عيل وشغلته معايا، بدل ما الفراغ اللي احنا عاملين نعمله ده ونغضب بربنا. يا ريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات وتقولولي أعمل إيه.